اهلا بك يا عزيزي الكينج. بقالي فتره مركز مع افلام دي سي، قلت ليه ما نجربش افلام مارفل ونخش في التيم. الفيلم يا ابو الصحاب خطير وباسلوب محمد الكينج، وعد مني هتستمتع كتير لان بجد القصه فخامه، اثاره، اكشن، ضحك على دراما. اهم حاجه تجهز فشارك يا زعامه، وفي الكومنتات تقول لي عاش عليك بامانه، ويلا بينا. وبيبدأ الفيلم بفيرز اللي بتفوق بعد الانفجار وبتلاقي نفسها بتنزف، ولكن مش بتنزف دم، دي بتنزف مادة غريبة لونها ازرق. بتشوف الشخصة دي قدامها وفجأة بيظهر الكائن ده ويرفع عليها سلاح. فيرز بتصحى من النوم وبتحاول تتحكم في قوتها، عندها قوة جبارة في ايديها ابو الصحاب. بتقوم تبص على مدينة هالا اللي عايشة فيها، ودي مش على كوكب الارض خالص، دي في كوكب تاني. الشخص ده بيجي لها وبيكون اسمه رونج، بيقول لها لسه بتحلمي بنفس الحلم؟ بتقول له اه. بيقول لها طب سيبك من الحلم ده وتعالي نتدرب شوية. وفعلا بيروحوا التدريب، ولكن رونج بيطحنها، بيفضل يستفزها طول التدريب عشان تطلع كل ما عندها، وبيقول لها بلاش تكوني ضعيفه وعاطفتك تغلبك وتملكي اعصابك وما تستخدميش قوتك، وما تنسيش انك النهارده هتتكلمي مع الذكاء الاعلى. لا بس ايه العسل ده؟ بتضحك، فبيضربها وبيقول لها ده كان اختبار بشتتك بيه، ما تخليش حاجه تشتتك ابدا. بتزهق من الضرب فبتضطر تستخدم قوتها وبتضربه، وبعدها كلهم بيركبوا البتاع اللي هنقول عليه مترو ده، وبيكونوا رايحين للمكان اللي فيه الذكاء الاعلى. فيرز بتقول لرونج يا ترى الذكاء الاعلى ده شكله الحقيقي عامل ازاي؟ بيقول لها ما حدش يقدر يشوف شكله الحقيقي، هو بيظهر لنا على هيئه اشخاص احنا نعرفهم، وعلى فكره مش انت لوحدك اللي كده، كل شعب الكري بيشوفوا كده. ايوه يا ابو الصحاب، هم اسمهم شعب الكري. المهم ان فيرز بتقول له انت بتشوف مين بقى؟ اكيد بتشوفني انا مش كده؟ بيقول لها سيبك بقى من الهزار وخليكي مستعده. وفعلا بتروح للذكاء الاعلى، بتقف في الحته دي وفي سلوك بتطلع على كل جسمها وبتبدا تسيطر عليها. فيرز بتفتح عينيها وبتلاقي نفسها في عالم تاني، بتظهر لها نفس الشخصه اللي شافتها في الحلم. وطبعا ابو الصحاب احنا قلنا ان الذكاء الاعلى اللي هنقول عليه الكمبيوتر بتاعهم يعني بيظهر لهم على هيئه اشخاص هم يعرفوهم، بس في الحقيقه فيرز فاقده الذاكره ومش فاكره مين دي اصلا. المهم ان الشخصه دي بتقول لها انت بتحاولي تفتكري ماضيكي، وده مسبب لك اضطرابات نفسيه كتير، ولكن زي ما رونج قال انت واحده من ضحايا وحوش السكرولز، هم السبب في انك تفقدي ذاكرتك لانهم هاجموكي قبل كده، هم كائنات خطيره وبيسعوا لتدميرنا. بتقول لها طب انا اعمل ايه عشان افتكر كل حاجه؟ ده انا حتى مش فاكراك انت شخصيا. بتقول لها حاولي تنسي كل حاجه دلوقتي وتركزي على انقاذ شعبك من السكرولز، احنا اديناكي طاقه كبيره، الكبسوله دي هتخليكي تقدري تتحكمي في قوتك وتسيطري على نفسك. يلا بقى عشان عندك مهمه جديده. فيرز بتفوق وبتبدا تتحرك على المهمه مع فريقها. رونج بيجي لهم وبيقول لهم بصوا بقى يا شباب، احنا عندنا عميل اسمه سولار، بعتناه على مكان السكرولز عايش فيه الفتره دي، وكنا باعتينه عشان يتجسس عليهم، ولكن الغريب ان العميل ده اختفى، فاحنا بقى هنروح المكان اللي اختفى فيه عشان ننقذه، وفي نفس الوقت نخلص من السكرولز والجنرال بتاعهم اللي اسمه تالوس. ولكن خدوا بالكم لان السكرولز عندهم قدره انهم يغيروا اشكالهم، ممكن ياخدوا شكلي او شكل اي حد فيكم، بس الكلام ده لو شافوه عرفوا شكله. يلا بينا يا رجاله. وفعلا يا زميلي بيتحركوا وبيوصلوا على كوكب تورفا، بينزلوا على الكوكب وبيبداوا يتفرقوا عشان يلاقوا السكرولز وكمان العميل بتاعهم، وفعلا بيلاقوا الاشخاص دول وعلى طول بيحاصروهم. فيرز بتقول لرونج ما يلا نهجم عليهم، فبيقول لها انا مش متاكد هم دول السكرولز ولا لا، ما ممكن يكونوا من السكان المحليين للكوكب، تعالوا نروح نبص عليهم من مكان اقرب. وفعلا بيتحركوا وكل واحد فيهم بيروح في حته، جزء منهم بيثبتوا السكرولز وبيجهزوا اسلحتهم عشان لو حصل اي نوش. رونج بيقول لهم احنا مش عاوزين ناذيكم، السكرولز بيقول لهم امشوا من هنا. البت دي بتكون هتقتل واحده من السكرولز، ولكن صاحبها بيقول لها لا يا بنتي دول غلبانين، هم بس بيتصرفوا كده لانهم جعانين مش اكتر. وفعلا بتقرر ما تقتلهاش، ولكن فجاه بتشوف صاحبها واقف هناك، بتعرف ان اللي جنبها ده واحد من السكرولز، فبتبدا تهاجمه على طول، بتخلص عليه. وفي الوقت ده فيرز بتوصل لشخص قاعد على الارض، بتستخدم الجهاز بتاعها، والجهاز بتاعها بيمسح بيانات الشخص ده وبيكتشف ان ده العميل سولار. في الوقت ده العركه بتقوم بره وكله بيبدا يخبط في كله، ولكن رونج ورجالته بيكونوا مسيطرين مع السكرولز على الاخر. رونج بيكلم فيرز وبيقول لها ده كمين سولار مات. بتنصدم ولكن ما بتلحقش تعمل اي حاجه لان السكرولز ده بيصعقها بالكهرباء، اما باقي فريقها بره فبيخلصوا على اي حد بيشوفوه في سكتهم. اما السكرولز ده فيرز بتقول له انت ازاي عرفت الرمز بتاع صاحبي سولار؟ فبيقول لها هقول لك بس بعد ما تعرفيني حقيقتك. بيضربها وساعتها بيغمى عليها. بتحلم بنفسها وهي كابتن طيار ورايحه مع صاحبتها عشان يركبوا طيارتهم ويتحركوا، ولكن وهي سايقه الطياره ذاكرتها بتتبدل وبتفتكر لما كانت صغيره وداخله سباق، ولكنها بتتقلب بالعربيه. ابوها بيفضل يزعق لها وفجاه بيتبدل بيها المشهد وهي في الجيش، والكل بيتريق عليها لانها اضعف واحده فيهم. مشاهد كتير بتتبدل ليها وهو الكل بيعايرها بضعفها وانها ما بتعرفش تعمل اي حاجه. الذاكره بتنتقل بيها وبتشوف نفسها واقفه في المكان ده وفي قط بيجي يلعب معاها، والقط ده بيكون اسمه جوس. الست اللي بتشوفها في احلامها بتجيلها وبتقول لها القط بتاعي مش من العاده انه يحب الناس، ولكن الظاهر انه حب. بيقفوا يتكلموا شويه وفجاه الذاكره بتتشوش. فيرز مش بتكون فاهمه حاجه
وبتبص على بدله الست دي وبتعرف ان اسمها الدكتوره ويندي لوسون. وفجاه بيبدا يحصل لها حاجات غريبه، المشهد بيتبدل وبتشوف ويندي وهي بتدافع عنها، وفجاه تالوس بيظهر وبيضربها بسلاحه. المشهد بيتبدل للمره ال500 وفيرز بتشوف نفسها وهي سايقه طيارتها مع ويندي وحد بيطاردهم، وفجاه وقعوا بالطياره وحصل انفجار. فيرز بتفوق وبتلاقي نفسها مخطوفه من جماعه السكرولز، بتبدا تستخدم كل قوتها وفعلا بتقدر انها تفك نفسها. بتنزل تخبيط فيهم وبتمسك الواد ده وبتقول له انت عملت فيا ايه؟ بيقول لها انا مش محتاج منك غير شويه معلومات. بتقول له انت حطيت ايه في راسي انت؟ الحاجات اللي انا شفتها دي ما كانتش في ذكرياتي اصلا. بيقول لها قصدك هي دي ذكرياتي، بس انا مش مستغرب انك مش فاكره اي حاجه لان العالم اللي انت كنت عندهم لعبوا في دماغك جامد. بتقول له مش هتقدر تسيطر عليا بكلامك، انت عاوز ايه؟ بيقول لها انا بدور على الدكتوره لوسون وبما انها في ذاكرتك فاكيد انت تعرفيها. بتقول له ما اعرفش حد بالاسم ده، انا بشوفها في احلامي ولكن ما اعرفهاش. الرجاله بتدخل عليها فبتشيل تالوس وبتخبطوا فيهم، بتطلع تجري من المكان وبتحاول تستخدم قوتها ضدهم ولكن ما بتعرفش. بترجع تاني تجري في المكان واللي بيقف قصادها نقدر نقول عليه يا رحمن. بتخبط فيهم ما بتخلي ذكر يا جدعان. في دقيقه بتكون مسطحاهم على الارض ولكن الثلاثه دول بيتكتروا عليها بكهربتهم. بتدوس على نفسها اكتر لحد ما بتحرر ايديها. بتفرح جدا وبتقوم عليهم ولكن بتلاقي السفينه بتنفجر. بتستخدم قوتها وبتنطر نفسها على جوه. بتحاول انها تهرب من المكان باستخدام سفينه من بتاعتهم وبتكون هتهرب ولكن الواد ده بيضرب السفينه وبيقول لها على فين؟ ده احنا لسه ما تعرفناش. بتضربه وبتاخد السفينه وبتتحرك. بتكون مبسوطه ولكن السفينه بتبدا تتدمر. بتنزل بيها على كوكب الارض وبتوقعها في المحل ده. فيرز بتقوم وهي مستغربه المكان اللي هي فيه، ولما بتخرج بره بتشوف حارس الامن ده. بتقول له انت انا فيرز من كري ستار فورس، انا شايف المحل اللي هناك ده مكتوب عليه سي 53، ده اسم الكوكب اللي احنا فيه مش كده؟ انت مالك يا عمنا مش فاهمني ولا ايه؟ بيقول لها لا فاهمك. بتقول له طب انا عاوزه اي معدات اتصال. بيقول لها في تليفون هناك اهو. بتقول له تسلم. في الوقت ده السكرولز كمان بيكونوا وصلوا على كوكب الارض وبياخدوا شكل اشخاص نازلين البحر، وده عشان ما حدش من على الكوكب يشك فيهم. وفي الوقت ده فيرز بتركب التليفون بالاجهزه اللي معاها وبتحاول تتواصل مع رونج، وفعلا ما تتواصل مع رونج وبتقول له يا عمهم مش عيب تسيبوني؟ بيقول لها يا بنت احنا ما نعرفش انت رحتي فين اصلا. بتقول له طب على العموم انا وقعت على كوكب سي 53 واللي اسمه تالوس ورجالته تقريبا معايا على نفس الكوكب ده، غير ان تالوس عرفني اسم الدكتوره اللي بشوفها في احلامي اسمها ويندي لوسون. هم فاكرين انها فكت شفره تكنولوجيه لسرعه الضوء وقدرت انها تصنع طاقه قويه جدا وهم عاوزين الطاقه دي، وانت عارف انهم لو خدوها هيخربوا الدنيا. بيقول لها طب بصي احنا قدامنا 22 ساعه ونكون عندك، خليكي بقى في مكان امان لحد ما نجيلك. تقول له استنى بس انا لازم ادور على السكرولز، ولكن المكالمه بتقطع يا زميلي. وفي الوقت ده الشرطه بتوصل على المحل اللي اتكسر والامن ده بيقول لهم هي البت دي اللي عملت كل ده. فيرز بتحاول تظبط جهاز الاتصال ولكن في الوقت ده بيدخل عليها المحقق فيوري وبيقول لها في بنت لابسه لبس غريب قوي دمرت المحل ده، ما تعرفيش هي فين؟ بتقول له مشيت من الناحيه دي. بيقول لها ده انت ظريفه بقى، طب يلا قدامي على مركز الشرطه. بتقول له هو انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ سيبني يا عم عشان لازم اعرف مكان السكرولز اللي جم معايا على كوكبكم هنا. بيقول لها مين اللي جم معاك يا حبيبتي؟ بتقول له السكرولز، خد بالك هم مخلوقات خطيره ويقدروا يتحولوا لاي شكل بيشوفوه، واضح انك مستخف بكلامي، عن اذنك. بيقول لها لا اذنك معاك يا حبيبتي، انت شاربه حاجه يا بت ولا ايه؟ يلا قدامنا. وفجاه فيرز بتشوف واحد من السكرولز وبيكون هيضرب فيوري ولكنها بتبعده وبتضرب الكائن ده وتطلع تجري وراه. وفيوري بيقول للمساعد بتاعه تعالى يلا عشان نروح وراهم. اما الواد السكرولز ده فبيروح يركب المترو وبيشوف ست كبيره خارجه منه. فيرز بتروح وراه وبتخبط في نفس الست الكبيره. المترو بيتحرك وفيرز بتطلع تجري وراه ومش بتسيبه. صاحبنا ده بيكون رايح وراهم وبيعمل 100 حادثه في السكه. في الوقت ده فيرز بتدخل المترو وبتدور على السكرولز وسط الناس وفجاه بتشوف مين؟ نفس الست اللي خبطت فيها قبل ما تجري ورا المترو. الست بتضحك لها فبتديها في وشها. السكرولز بيقوم يقسم عليها وبيفضلوا يخبطوا في بعض والناس مستغربين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. بتقوم مجزره في المكان والمناظر بتخلي العاقل يبقى مجنون يا جدعان. السكرولز بيحاول يهرب والحجر ده بيقع منه. فيرز بتاخد الحجر وبتروح ورا الواد ده. الواد بيغير شكله وبيطلع فوق المترو. بتطلع وراه والاتنين بيفضلوا يخبطوا في بعض. صاحبنا ده بيكون لسه وراهم ولكن فجاه المساعد بتاعه كل بيكلمه في اللاسلكي وبيقول له انت ليه سبتني ومشيت يا قائد؟ بينصدم وبيعرف ان اللي جنبه ده واحد من السكرولز. الواد بيكون لسه هيضربه بالسلاح ولكنه بيصد ايده. الواد بيخنقه وساعتها فيوري بيلف العربيه وبيقف قدام الاتوبيس ده والاتوبيس بيديهم خبطه بتموت السكرولز. اما السكرولز التاني فبيكون هرب من فيرز. فيرز بتخرج من المحطه وصاحبنا ده بيكون قريب منها وبيكون مرعوب من الكائن اللي قتله في عربيته. وفي الوقت ده فيرز بتستخدم الحجر اللي خدته من الوحش وبتاخد المعلومات اللي هي عاوزاها من الحجر. بتروح المكتبه دي تبحث عن مكان على الانترنت وبتاخد خريطه العنوان وبتخرج بره. صاحبنا ده بيجي لها وبيقول لها مش عاوزه توصيله، ما بتعبروش، ولكن اول ما بيدخل جوه بتاخد المكنه بتاعته ولبس جديد وبتتحرك من المكان.
في الوقت ده فيوري بيكون ودى الفضائي على المشرحه عشان يعرف ايه اللي جواه، والقائد بتاعه بيجي له وبيقول له هو ده بقى الكائن اللي بيقدر يغير شكله؟ بيقول له هو يا فندم. بيقول له طب والبنت اللي انت بتقول بتطارد الكائنات دي راحت فين؟ بيقول له مش عارف، ولكن جالنا بلاغ بسرقه مكنه، والشخص اللي قدم البلاغ ادانا مواصفات نفس البنت دي، فما تقلقش يعني انا هروح وراها. بس والنبي قبل ما امشي في سؤال مراودني، هل الكائنات دي عندها زينا يعني ولا يعني بص مش مهم سلام. بيسيبوه بيمشي، والقائد بتاعه بيوطي على السكرولز وبيقول له سلام يا صاحبي، ما تقلقش هجيب لك حقك. ايوه يا زميلي، ده واحد منهم واخد شكل القائد بتاع فيوري. المهم ان فيرز بتوصل على المكان ده، وده المكان اللي كان على احداثيات الحجر بتاع السكرولز. بمجرد ما بتدخل المكان بتفتكر انها جت هنا قبل كده، لا وكمان صورة الطيارة اللي شافتها في الحلم موجودة هنا. الشخص ده بيقول لها يا مرحبا، هو انت؟ بتقول له انت تعرفني؟ فيوري بيجي وبيقول لها وانا كمان عارف، بصراحة انا ما كنتش مصدقك في اللي قلتيه النهارده، ولكن شفت بعيني. بتقول له طيب انا محتاج اسالك كام سؤال عشان اتاكد ان انت الظابط فيوري ومش واحد من السكرولز، واطمن انا عرفت عنك كل حاجة، فهيبقى سهل عليا اعرف انت بتقول الحقيقة ولا لا. وفعلا بتقعد تساله شوية اسئلة وبيجاوب عليهم كلهم صح. بتتاكد ان ده فيوري، وفيوري بيقول لها طب انا بقى اتاكد من انك مش واحدة من الوحوش. بتوريه اللقطة من قوتها، فبيقول لها حلو بس برضك دي فادتني في ايه؟ بتقول له السكرولز ما يقدروش يعملوا كده، قول لي بقى في مشروع بيجاسوس، انا عاوز اروح المكان اللي فيه المشروع ده. بيقول لها وماله، وفعلا بياخدها وبيتحركوا بعربيته، وفي الطريق بتحكي له كل حاجه. بيقول لها بصي انا هدخلك المنظمه اللي انت عايزاها، وانت بقى شوف الدكتوره اللي بتقولي عليها دي. بيوصل عند البوابه والكمبيوتر بيقول له انت مين؟ فبيقول له انا المحقق نيكولاس جوزيف فيوري. فيرز بتقول له عندك 3 اسماء؟ بيقول لها هو اسمي الحقيقي نيكولاس، ولكن الكل بينادي لي باسم فيوري، انا تقريبا من يوم ما اتولدت مفيش حد ناداني باسم نيكولاس اصلا. البوابه تتفتح وبيدخلوا جوه بالعربيه، وفيوري بيقول لها خد البي سي ده عشان يبان انك شغاله معايا. بتقول له يا عم خلصانه. بتبص على الطيارات دي، وفجاه المسؤول عن المكان بيوصل وبيقول لهم انتوا مين؟ فيوري بيعرفه بنفسه، وفيرز بتقول له احنا بندور على واحده اسمها لوسون. الراجل بيشك فيهم وبيقول لهم تعالوا معايا، بيحبسهم في الاوضه دي، وفيوري بيحاول يحط بصمته على الباب ولكنها ما بتفتحش. بيطلع جهاز الاتصال بتاعه وبيبعت رساله لرئيسه وبيقول له انا والبنت محبوسين تعالى خرجنا. بيحط الجهاز في جيبه وبيطلع الكارنيه بتاعه اللي الحارس مسكه، بيطلع اللزق ده وبيحطه على الكارنيه، وبيقدر انه يطلع بصمات الحارس، بيحطها على الباب والبصمات بتفتح. فيرز بتقول له لا كرييتيف. بيخرجوا بره، وفيرز بتشوف القط اللي شافته في الحال، بتكمل طريقها عادي، ولكن بيقف قدامهم الباب ده. فيوري بيكون لسه هيطلع اللزقه اللي فيها البصمه، ولكن فيرز بحركه من دراعها بتخترق قفل الباب. فيوري بيقول لها يعني انت كنت تقدري تعملي الحركه دي من بدري وسبتيني استخدم طرق معقده عشان اطلع بصمه الراجل؟ تقول له يا عم كنت عايز اشوف مهاراتك. بيدخلوا جوه، والممر اللي بيمشوا فيه كله ادواره بتكون مطفيه، ولكن اي مكان هيعدوا منه النور بتاعه هيشتغل. المهم انهم بيلاقوا ملف يخص الدكتوره ويندي، وفيرز بتلاقي المشروع بتاعها لعمل طياره اسرع من سرعه الضوء، لان هيكون محطوط فيها جهاز طاقه قوي جدا. فيرز بتشوف الورقه دي وبتنصدم لانها تخص شعب الكريم، ما بتكونش فاهمه ايه اللي جاب ورقه زي دي عند ويندي، ولكن فيوري بيقاطعها وبيقول لها على فكره ويندي ظبطت الطياره وخدت واحده من الطيارين اللي كانوا شغالين معاها واتحركوا بالطياره دي، ولكن اللي حصل ان الطياره اتدمرت والبنت اللي كانت سايقه الطياره ماتت مع ويندي. وايوه ما تستغربيش ويندي ماتت، والمحرك بتاع الطياره اللي كان هو اساس التجربه اتدمر. الكلام ده كله كان من 6 سنين. بتقول له طب مين اللي كانت سايقه الطياره؟ بيقول لها مش عارف، ولكن اخر واحده شافت ويندي وكمان البنت اللي كانت سايقه الطياره هي كابتن اسمها ماريا. في الوقت ده القائد بتاعه بيبعت له رساله يعرفه انه وصل المكان، وفيوري بيقول لفيرز دقيقه وراجع لك. بيمشي، وفيرز بتشوف الصوره دي وبتلاقي نفسها موجوده في الصوره، بتبدا تفتكر حاجات من الماضي، وعلى طول بتروح تكلم رونج وبتحكي له كل اللي عرفته. رونج بيقول لها بصي بعد ما انت قلت لي على اسم ويندي لوسون انا بحثت عنها واكتشفت انها كانت عميله سريه، وعلى فكره هي من شعب الكري وكان اسمها مارفل. احنا كنا باعتينها كوكب الارض عشان تشتغل على كبسوله طاقه ما عملش زيها قبل كده، والكبسوله دي كانت هتساعدنا في الحرب. وفي الوقت ده القائد بتاع فيوري بيوصل وبيقول لرجالته خليكم هنا، وانت يا ابني تعالى معايا وريني البنت فين، بس عاش عليك انك قدرت توصلنا ليها يا نيكولاس. فيوري بينصدم، وفي الوقت ده فيرز بتكون لسه بتتكلم مع رونج وبتقول له انا اكتشفت اني كنت عايشه هنا. بيقول لها لا طبعا مفيش الكلام ده، اكيد السكرولز لعبوا في عقلك. بتقول له انا متاكده من اللي بقوله لك. بيقول لها بطلي تمشي ورا عواطفك واسمعي كلامي. بتقول له اتفقنا. اما الواد ده فبيقول لفيوري انت ليه دوست على الدور الخامس والسادس؟ بيقول له اصل البنت موجوده في الدور السادس، ولكن انا هنزل في الخامس عشان لو حاولت تهرب منك ونزلت على تحت امسكها. من الاخر يعني هستخدم نفس الحركه اللي عملناها في هافانا. بيقول له معاك حق فعلا. فيوري بيتاكد ان ده مش القائد بتاعه وبيسيبه وبيخرج في الدور الخامس. بيروح يدور على فيرز بسرعه، والواد ده بيوصل على الدور السادس وبيكتشف ان فيوري خدعه. بينزل يدور على فيوري وفيرز، ولكن فيوري بيستخبى منهم. فيرز بتكون نازله من المكان ده، ولكن بتسمع الرجاله وهم بيدوروا عليها هي وفيوري، وبيقولوا ان فيوري هو اللي بعت لهم الرساله عشان يجوا هنا، ولكن دلوقتي القائد عاوز يقبض على فيوري مع فيرز. فيرز بتتعصب من اللي فيوري
فيوري عمله. وفي الوقت ده فيوري بيحاول يهرب ولكن القائد بتاعه بيمسكه. فيوري بيحاول يضربه ولكن الواد بيكون عنده قوه فتاكه، بيحط عليه جمله وقطع يا زميلي وبيقول له انتوا مخلوقات ضعيفه يالا. وقبل ما يخلص عليه فرز بتديله واحده بالطياره. الرجاله بتوصل ولكن بيكتشفوا ان فرز خدت فيوري وهربت. وفجاه كل بيثبتهم على السلم. الرجاله بيقولوا له انت لقيتهم؟ بينزل سلاحه وبيقول لهم لا مش موجودين هنا. فيوري بيفرح ان المساعد بتاعه ما باعوش وبيكمل طريقه مع فرز. فرز بتقول له هات جهاز الاتصال بتاعك، انت فاكرني واثق فيك تاني وهو معاك؟ الاتنين بيتحركوا وبيركبوا الطياره دي. فيوري بيقول لها انت بتعرفي تسوقي؟ بتقول له سيبها على الله. بتشغل الطياره وبتطلع بيها يا قداره. بيخرجوا من المكان وفجاه بيلاقوا القط معاهم. فيوري بيقول اما انت حته قط عسليه. فرز بتقول له سيبك منه وبص على الصوره دي، انا لازم اكتشف كل حاجه عن الماضي بتاعي. بيقول لها انت فاكره ان انت الطياره اللي كانت مع ويندي؟ بتقول له اه، وعشان اتاكد لازم اروح للي اسمها ماريا دي وانا عرفت عنوان بيتها. بيقول لها يبقى يلا بينا بس والنبي اوعي تضيعينا. وفي الوقت ده الرئيس بتاع رونج بيكلمه وبيقول له شكل المهمه هتفشل منك والظاهر ان انا اللي لازم اتعامل مع اللي اسمها فرز دي. بيقول له لا سيبني انا اتعامل ولو ما عرفتش هبقى اكلمك يا عم. بيقفل معاه وبيقول للرجاله لازم نوصل لفرز بسرعه. وفي الوقت ده فرز بتوصل لمكان ماريا وماريا اول ما بتشوفها بتنصدم. بنت ماريا بتجري تاخد فرز بالحضن وبتقول لها انا كنت فاكره انك متي. فبتقول لها معلش يا حبيبتي بس مش انا اللي انت قصدك عليها. بتقعد مع ماريا وبتحكي لها كل حاجه وماريا بتقول لها دي حكايه ولا حكايات الف ليله وليله. بتقول لها لو مش مصدقاني اتفرجي على قوتي، ما تسيبنا شويه يا اخينا. بتروح تقعد مع ماريا وماريا بتقول لها انت بجد مش فاكره حاجه؟ بتقول لها صدقيني مش فاكره اي حاجه، انا بس عاوزاكي تحكي لي ايه اللي حصل في اخر يوم اتقابلنا فيه. بتقول لها يومنا كان عادي جدا وكان ده اليوم اللي المفروض نجرب فيه الطياره، ولكن الدكتوره لوسون كانت متوتره جدا يوميها لدرجه انها كانت عاوزه تجرب الطياره لوحدها وتبعدنا احنا عن الموضوع عشان لو حصل اي حاجه، بس انت صممتي انك تروحي معاها وتسوقي الطياره وفعلا اتحركتي بالطياره، ولكن اللي حصل انكم عملتوا حادثه والمفروض ان انتوا الاتنين متوا، ولكن دلوقتي انت قاعده قدامي والدكتوره اللي ما كنتش بحب قدها في الدنيا اكتشفت انها من كوكب تاني. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ حطي نفسك مكاني كده وتخيلي هتعملي ايه لو شفتي صاحبتك المقربه اللي كنت فاكره انها ماتت من 6 سنين. انا مش فاهمه حاجه. بتقول لها ولا انا. بنت ماريا بتنادي عليها وبتقول لها كل ذكرياتنا سوا اهي. فرز بتبدا تفتكر واحده واحده وبتفتكر كمان ان كان اسمها كارول. بتبص على البتاعه دي وماريا بتقول لها دي اخر حاجه اتبقت من ريحتي، حصل فيها كده ساعه الانفجار. وفي الوقت ده الباب بيخبط وكارول بتقول لها اوعي تفتحي لا يكونوا هم الوحوش. فبتقول لها يا بنتي ده جاري. كارول بتفتح الباب وفعلا بيكون جار ماريا. ماريا بتقول له خير يا عم مسعود. بيقول لها ابدا يا بنتي انا بس شفت طياره مركونه جنب بيتكم فلو ما فيش مانع يعني اجيب العيال يتفرجوا عليها. كارول بتقول له لا يا راجل ما تشوف لك دخله تانية. ماريا بتقول له معلش يبقى تعالى انت والعيال اتفرجوا على الطياره بكره يا عم مسعود سلام. بيدخلوا جوه وبيلاقوا تالوس مستنيهم في البيت وبيقول لهم حد عامل جيرانه كده استني بس اسمك انا مش قادر اقاتل. وبعدين خافوا على البنت الصغيره اللي بره ما تقلقوش انا مش هكلمها ولكن ما حدش فيكم يلمسني انا عاوز اتكلم معاكم بهدوء. كارول بتقول له يعني بتهددنا انك هتقتل عيله صغيره وخطفتني قبل كده وتقول لي عاوز تتكلم بهدوء؟ بيقول لها اولا انت عيله غشيمه وانا عشان امن نفسي منك مخلي البنت الصغيره معايا، وثانيا انا لما خطفتك ما كنتش اعرف انت مين. اسمعي انا معايا تسجيل صوتي من طياره بيجاسوس الطياره اللي انفجرت وانت كنت سايقاها. ماريا بتقول له احنا دورنا على التسجيلات بتاعه الطياره ولكن ما لقيناهاش. يقول لها انا بقى لقيتها يلا نقعد نتكلم وبلاش نضيع وقت. بيشوف القطه فبيتخض وبيقول لهم يا جدعان ابعدوا القطه دي عني. كارول بتقول له بقى خايف من حته قطه. بيقول لها ما انت مش عارفه القطه دي عباره عن ايه. بيقعدوا يسمعوا التسجيل اللي مع تالوس وفي التسجيل كارول قالت احداثيات المكان اللي هم طايرين فيه. كارول بتقول للدكتوره احنا رايحين فين؟ فبتقول لها رايحين على المختبر بتاعي. بتقول لها المختبر بتاعي؟ بتقول لها اه ما تستغربيش انا بس عاوزاكي تمشي باقصى سرعتك. وفعلا اتحركت بسرعه كبيره ولكن في حد ظهر وكان بيطاردهم. كارول بتقول لها مين دول؟ فبتقول لها دول اشرار حاولي تلفتي منهم. الغلطه غلطتي ما كانش ينفع اجيبك معايا انا اسفه يا بنتي اني عرضت حياتك للخطر. كارول بتقول لها مش وقته. بتحاول تلفت من الاعداء ولكنهم بيقدروا يفجروا جناح الطياره بتاعتها. كارول بتقع على تحت وبتحاول انها توازن الطياره وفعلا سطرت ونزلت بالطياره بالشكل ده لان لو كانت نزلت بوش الطياره كان زمانها اتدشملت يا زميلي. انا قصدي على كارول مش الطياره، انما كده كده الطياره في الحالتين هتدشمل. المهم ان كارول بتخرج من الطياره وبتلاقي الدكتوره مصابه وبتنزف ولكن اللي نازل منها ماده زرقاء مش دم. كارول بتصدم والدكتوره بتقول لها ما تخافيش انا هبقى كويسه. اسمعيني كويس يا بنتي المشروع ده انا كنت بعمله عشان انهي الحرب مش عشان احارب بيه. افتكري كلمتي دي كويس وعاوزاكي تعرفي ان انا ما اسميش لوسون انا اسمي الحقيقي مارفل وجيت من كوكب اسمه هالا. اسمعي انا عشت نص عمري في حرب طويله واكتشفت اني كنت بحارب مع الطرف الغلط. انا عاوزاكي تفتكري احداثيات المكان اللي احنا كنا رايحينه كويس ودلوقتي لازم تمشي من هنا لانك مش هتقدري تنقذيني. بس انا قبل ما اموت لازم افجر محرك الطياره قبل ما الكلاب يوصلوا له. وفعلا بتكون هتفجره ولكن في حد بيخبطها بطلقه من سلاح خارق. كارول بتبص على الحد ده وتخيل الحد ده يبقى مين يا زميلي؟ ايوه هو رونج.
بيقول لها انا مش عاوز اذيكي. بتقول له انت مش هتعرف تاذيني اصلا لان الدعم خلاص داخل علينا. بيقول لها قبل ما يوصلوا هكون مخلص عليكي. بتقول له استنى. بيفتكرها هتستسلم ولكنها بتقول له انت عاوز مصدر الطاقه اللي في محرك الطياره صح؟ طب اهو. بتفجروه ولكن كل الطاقه اللي خارجه منه بتدخل في جسمها يا زميلي، ولما بتدخل في جسمها بتديها قوه ملهاش حدود. رونج بينصدم ولكن لما بيلاقي معاه طاقه في التكه بالشكل ده بيقرر ياخدها معاه ويستغلها في شغله. ولما خدها لعب في ذاكرتها وخلاها تفتكر انها من شعبه وان اللي حاول يقتلها وقتل مارفل يبقى تالوس جنرال السكرولز. وطبعا طول الفتره اللي فاتت دي كان بيستغلها. كارول بتكون مصدومه من اللي عرفته وبتحس قد ايه كانت مغفله. تالوس بيقول لها رونج قتل مارفل لانها اكتشفت قد ايه هو شخص زباله، مش هو لوحده، هو وكل جيشه. مارفل كانت هتساعدنا ولكن ما لحقتش، فاتمنى تكملي اللي هي بداته لان الكلاب دول دمروا كوكبي وفرقوني عن شعبي. احنا محتاجين نمشي على نفس الاحداثيات اللي مارفل كانت عاوزاكي تمشي عليها. يلا مفيش وقت، احنا مش عاوزين حاجه غير اننا نعيش في سلام وبس وهنبعد عنكم. بتقول له انا ما بقتش فاهمه حاجه ولا حتى بقيت عارفه انا مين. ماريا بتقول لها انت كارول صاحبتي وانا واثقه فيكي وعارفه انك قد اللي جاي لانك اقوى شخصيه انا عرفتها في حياتي. انت قويه حتى من قبل ما يكون في جسمك الطاقه اللي موجوده دلوقتي. بتفرح جدا بكلامها وبتقرر فعلا تساعد تالوس. بيقعدوا بالليل يحطوا الخطه وبيقرروا يجهزوا السفينه عشان يتحركوا على نفس المسار اللي مارفل كانت رايحه عليه. كارول بتروح لماريا وبتقول لها انا عاوزاكي تيجي معايا. فبتقول لها لا طبعا مش هقدر. بنتها بتقول لها ليه يعني؟ ما تخافيش انت قدها. بتقنعها وفعلا ماريا بتقرر تروح معاهم. كارول بتجهز وبتقول لبنت ماريا هتوحشيني بس ما تقلقيش هجيلك قريب. بقول لك ايه، انا عاوز اغير لون اللبس ده لانه مش عاجبني، بيفكرني بالكلاب اللي كنت شغاله معاهم. بتقول لها انا هغيرهولك وفعلا بتغير لها اللون وبتخليه لون فتاك. وتاني يوم رونج بيوصل المكان وبيدخل العشه دي وبيلاقي كارول مستنياه فيها وبتقول له ايه اللي اخرك؟ على فكره انا عرفت الاحداثيات بتاعت مختبر مارفل. بيقول لها ما تقوليش على الاحداثيات دلوقتي، انا عاوز بس اتاكد ان انت فيرز. بيفضل يسالها اسئله ما تعرفهاش غير فيرز وفعلا بتجاوب عليها ولكن ابن الهرمه بيوقعها في سؤال وبيكتشف انها مش فيرز يا زميلي، ده بيكون واحد من السكرولز. رونج بيقول له عملت ايه في فيرز؟ فبيقول له انت اتاخرت يا عمنا. بيعرف ان فيرز اكتشفت حقيقته فبيتعصب وبيخلص عليه. بيكلم رئيسه وبيقول له احنا اتكشفنا انت لازم تتدخل. وفي الوقت ده الفريق الجبار بيكون في طريقه للمختبر بتاع مارفل وكارول بتقول لهم اربطوا الاحزمه. بتتحرك باقصى سرعه للطياره وبتوصل للفضاء. بتروح على الاحداثيات وبتشغل زرار في السفينه اللي راكباها والزرار ده بيظهر لها المختبر بتاع مارفل. بيدخلوا المختبر وبيلاقوا فيه كبسوله الطاقه بياخدوها وفجاه فيوري بيقول لهم يا شباب الظاهر ان احنا مش لوحدنا هنا. بيسمعوا تالوس بيعمل اصوات غريبه وفجاه البوابات بتاعت السفينه بتتفتح وبيخرج منها شعب السكرولز. مرات تالوس بتفرح جدا لما بتشوفه وبتوري له بنته اللي ما شافهاش من سنين. كارول بتقول له فهم، انت ما كنتش جاي هنا عشان الطاقه، انت كنت جاي هنا عشان شعبك. بيقول لها الكلاب خلوني انا وشعبي نتفرق ونستخبى منهم في اماكن مختلفه في المجره. بتقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اساعدك توصل لباقي شعبك. ومره واحده رونج بيدخل عليهم وبيقول لكارول انت بقيتي مع العدو ولا ايه؟ هو ورجالته بيثبتوهم وتالوس بيقول له سيب الكل وخدني انا. فبيقول له خليك انت على جنب دلوقتي. كارول بتقول له خليك انت معايا، انت بتخدعني يا كلب بس مش هعديها لك لا انت ولا اللي معاك. بتحاول تستخدم قوتها ولكن رونج بيتحكم فيها من خلال الشريحه اللي زارعها في رقبتها. بيضربها وبيخلي رجالته تاخد كبسوله الطاقه. بيخلي كارول تفقد الوعي وبيربطها في جهاز الذكاء الاعلى. الكمبيوتر بيظهر لكارول في شخصيه مارفل وبيقول لها ايه عاوزه تسيبينا؟ ده احنا اللي اديناكي قوتك. بتقول لها غلطانه، انا قوتي دي خدتها من محرك السفينه. بتحاول تضربها ولكن بنت الهرمه بتسيطر عليها وبتقول لها مش هتقدري تعملي حاجه يا بنتي، انت اضعف واحده انا شفتها في حياتي. طول حياتك كنت ضعيفه وهتفضلي ضعيفه، احنا اللي عملنا لك قيمه وخليناكي اقوى ولكن دلوقتي هترجعي ضعيفه تاني يا بشريه. فبتقول لها فعلا انا بشريه، كل ما بقع بقوم وبتعلم من غلطتي عشان ما اعملهاش تاني. بتقول لها انت بتهزري يا فيرز. بتقول لها انا اسمي كارول مش فيرز. بتدخل عليها وبتبدا انها تسيطر عليها وبتتحكم في قوتها. التحكم بتاعها بيدمر انظمه دفاع السفينه واصحابها كلبشاتهم بتتفك وعلى طول بيدخلوا على الرجاله. وفي الوقت ده كارول بتبدا تطلع كل الطاقه اللي جواها وبتشيل الشريحه اللي في رقبتها. الكمبيوتر بيتدمر وكل الذكريات الوهميه اللي كانت في دماغ كارول بتخرج. كارول بتفوق والقوه اللي جواها ما بتكونش في حد يا زو. بتاخد كبسوله الطاقه وبتهرب واول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بتضرب العيال اللي كانت مثبته اصحابها. فيوري بيقول لها خطيره. بتقول لهم خدوا الكبسوله اهي. فيوري بيقول لها انا مش هاخد حاجه. وفجاه القط بيطلع منه حاجات غريبه وبياخد الكبسوله. كارول بتقول لهم خدوا القط بقى وامشوا من هنا وانا هامن لكم المكان. بتدخل تستنى رونج ورجالته في الحته دي وبتقول لهم مش يلا بقى ولا ايه؟ الكبسوله معايا واللي يعرف ياخدها يوريني نفسه. الرجاله بتستعد ولكن اول واحد بتديله ضربه بتنزله على تحت. اما اصحابها بره فبيتحاصروا ولكن القط بيطلع على الرجاله بيدشملهم يا زميل. وبنرجع تاني لكارول اللي بتمسك العيال وبتلبسهم شخاليل. بتدخل على الواد ده برجل خلفيه بتنطوحه بعيد وبتستلم البت دي وبتطلع عليها قديم وجديد. بترجع تكسر في باقي الرجاله والبت على وضعها زماله. باقي رجاله رونج بيمسكوا السكرولز وكمان بيثبتوا الاثنين دول. فيوري بيقول للقط خش عليهم مصاوي.
صاوي ما بيعملش حاجة وبيروح يقف جنب الحارس ده. فيوري بيقول له انت بتخوننا يا عباس، بتعض الايد اللي اتمدت لك يا عباس، عضها يا خاين. الحارس ده بيقول له يلا امشي قدامي وبلاش تتذكى زي ما عملت في هافانا. فيوري بيعرف ان ده تالوس فبيقول له عشان كده القط ما هجمش عليه. بيدخلوا الاوضه دي وتالوس بيخلص على رجاله رونج. في الوقت ده كارول ورونج بيكونوا داخلين في مواجهه مع بعض، ولكن رونج بيثبتها، بتفك نفسها وبتقول له الكبسوله مش معايا يا روش، كان لازم اخدعك برضه. بيسيب عليها الاتنين دول ولكنها بتخبط فيهم زي البنادول. في الوقت ده اصحابها بيكونوا خلاص هيهربوا من المكان، ولكن رونج بيضرب تالوس بطلقه. كارول بتخلص على رجاله رونج اللي قدامها، وماريا صاحبتها بتاخد الطياره وتتحرك بيها. البت دي بتروح وراها، ورونج كمان بياخد سفينه ويتحرك وراهم، ولكن كارول بتقول له على فين. الواد بياخدها في طريقه، والبت دي بتفضل تهاجم ماريا، ولكن ماريا بتلفت بالطياره ولا صاروخ بيجي فيها. في نفس الوقت رونج بيوقع كارول من الطياره، وكارول بتكون خلاص هتنزل على الارض، ولكنها بتستخدم قوتها باسلوب جديد. اما ماريا فبتعمل شغل حديد، بتغفل البت دي وبتديها صاروخ العيد، بتفرقعها، ولكن رونج بيهجم عليها والواد بيكون عنيد. وفجاه كارول بتظهر له بقوتها الجديده وبتهاجمه، بتخفز بيه الارض، ولكن بتلاقي اللي مشغلين وصلوا المكان. بيبعتوا السفن دي عليها، ولكنها بتطلع تستقبلهم جوي، بتفجر فيهم ولا اجدعها مفاعل نووي. والواد ده مش بيكون مصدق انها بالقوه دي، بيبعت عليها طيارات تانيين، ولكنها بتخبط فيهم شمال في يمين ولا حاجه بتوقفها. والبت بتعمل ازعارين، بتخلص على كل اللي قصادها وبتروح على القياده، بتكون خلاص هتفجرهم، ولكن الواد ده بيقول للمساعد بتاعه احنا هنمشي ولكن هنرجع تاني عشان ناخد السلاح. بيقول له قصدك كبسوله الطاقه؟ فبيقول له لا قصدي البت دي. بيمشوا من المكان، وكارول بتسيبهم وبتنزل لرونج، بيرفع عليها سلاح وهي بتجهز قوتها. الواد بيشيل السلاح وبيقول لها جه وقت انك تواجهيني من غير قوتك وتثبتي لي انك بقيتي اقوى. ما بيكملش كلمه، وكارول بتكون مدياله ضربه بتنطره بعيد. بتروح له وبتقول له ما يفرقليش الناس بنت كلب زيك حاجه، هات ايدك يا حبيبي. بيديها ايده فبتسحله بالشكل ده وبتربطه في السفينه بتاعته. بيقول لها انا مش هرجع الكوكب بتاعي من غير حاجه. بتقول له مين قال لك انك هترجع فاضي؟ انا هبعت معاك رساله اللي مشغلينا، اقول لهم اني قريب هاجي لهم عشان اخلص عليهم. بتخليه يتحرك بالسفينه، وفي الوقت ده فيوري بيكون عمال بيلعب مع صاوي، ولكن صاوي بيخربشه في عينه. بيقول له ليه كده يا اسطى؟ بيرجعوا على بيت ماريا وكلهم بيسهروا مع بعض وبيكونوا مبسوطين. كارول بتقول لتالوس ناوي على ايه؟ بيقول لها ناوي ادور على مكان اعيش فيه انا وشعبي. بتقول له انا هساعدك في كده وهجيب لكم مكان كويس تعيشوا فيه. وبعد العشاء بتروح تغسل المواعين مع فيوري، وبتقول له خد يا عم طورت لك في الجهاز بتاعك، تقدر تتواصل بيه مع اي حد بره المجره، ولكن ما تستخدموش غير في حاله الطوارئ وبس. بيقول لها خلصانه. بيخرجوا بره، وكارول بتستعد عشان تمشي، وبتقول للعسل الصغيره مش هتاخر عليكي وهرجع لك تاني. بتودعها هي وماريا وبتبدا تتحرك يا زميل. تالوس بيقول لها جاهزه يا كابتن؟ بتقول له جاهزه. بتتحرك معاهم، وبعد كام يوم كل بيدخل على فيوري المكتب وبيقول له نقي اي عين منهم عشان نركبها لك. صحيح انا سمعت ان كارول سابت لك كبسوله الطاقه، ناوي تعمل بيها ايه؟ بيقول له هبقى افكر بعدين، بس انا دلوقتي بفكر في حاجه تانية. شايف القط الخارق اللي عورني ده لوحده ما يقدرش يحمينا من اي هجوم فضائي، فاحنا محتاجين ندور على ابطال خارقين ونضمهم لينا. بيقول له احنا هنقدر نلاقي الخارقين؟ بيقول له اذا كان لقينا كارول واحنا ما كناش بندور عليها اصلا، ما بالك بقى لو دورنا؟ بيقول له معاك حق. وبعد فتره بنشوف الجهاز بتاع فيوري اللي كارول اديته له وهو بيدي انذار، وبنشوف المعلمين دول وهم بيتلقوا الانذار ده. بيقولوا الظاهر ان في كوارث هتحصل. طب يا ترى فيوري سايب لنا اي اشاره ولا لا؟ ناتاشا بتقول لهم لو جات لكم اي اشاره عرفوني. بتلف وشها وبتلاقي كارول قدامها وبتقول لها ايه اللي حصل لفيوري. وبيبدأ الجزء الثاني من الفيلم بعد 30 سنة من اللي حصل، وبنشوف سفن خارجة من كوكب هالا. كوكب هالا اللي خلاص شبه اتدمر، وقائدة الجيش اللي خارجة من كوكب هالا بيكون اسمها داربن. بتخلي رجالتها يخرجوا الصخرة دي ويكسروها، والصخرة بيكون جواها سوار. داربن بتلبس السوار ده وبتحس بقوته الفتاكة، بتدور على السوار التاني لانهم اصلا سوارين يا زميلي، ولكن ما بتلاقيش السوار التاني. المساعد بتاعها بيقول لها اكيد هنلاقيه. والسوار التاني بيكون فين يا زميلي؟ بيكون على كوكب الارض مع بنت اسمها كمالا، بتعشق حاجة اسمها كابتن مارفل، ونفسها في يوم من الايام تقاتل معاها، لدرجه انها مسميه نفسها السيده مارفل. المهم انها بتخلص تاليف القصه الجديده وبتنام على السرير، وفجاه بتلاقي السوار بينور، بتستغرب ومره واحده بتتسحب. وبعدها بنشوف كارول وهي نايمه ولابسه جهاز بيساعدها تستعيد بقيه ذكرياتها اللي الكري محوها. بتفتكر لما راحت على كوكب هالا وبدات تدمر فيه، وفجاه بتصحى مخضوضه، بتبص على صوره ماريا صاحبتها وكمان بنتها مونيكا اللي بتكون خلاص كبرت يا زميلي. كارول بترن على فيوري وبتسلم عليه وبتقول له ايه الاخبار؟ بيقول لها تمام. بتدور في الفضاء على اي حاجه غريبه، وبالفعل لقينا حاجه غريبه وبعتنا مونيكا بنت ماريا تستكشفها، وبتظهر معانا مونيكا يا زميلي. بتروح تشوف ايه الحاجه الغريبه اللي بتحصل، وفي نفس الوقت كارول بتروح تشوف ايه الحاجه الغريبه اللي بتحصل في الفضاء. فيوري بيخلي الاتنين يكلموا بعض، ولكن مونيكا بتكون متضايقه انها بتكلمها، وبيظهر ان بينهم تاتش ابو الصحاب. المهم ان الاتنين بيكونوا قريبين من نفس الحاجز اللي ظاهر في الفضاء، كل واحده بتقرب عشان تحط ايديها على الحاجز ده، وفجاه الثلاثه بيبدا يحصل لهم حاجات غريبه. ايوه الثلاثه يا زميلي، كمالا بتكون من ضمنهم. واللي بيحصل ان مونيكا بتاخد شكل كمالا وبتتنقل على مكان كارول، وكارول بتروح على بيت كمالا، وكمالا بتاخد بدله مونيكا
بتروح على مركبه فيوري، ما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل، واول ما بتشوف فيوري بتقول له ايه ده، هو انت ازيك يا اسطى، انا بحبك قوي، ولكن مش عارفه ايه اللي جابني هنا، بس بقول لك ايه، انا اتقدمت لاختبار الافنجرز اللي انتوا عاملينه وبحلم انكم تضموني لفريق الابطال بتاعكم. وفي الوقت ده كارول ما بتكونش فاهمه هي نزلت في اوضه مين بتحبها بالشكل ده، ولكن ما بتضيعش وقت وبتاخد بعضها وبتمشي من المكان. بترجع تاني على الفضاء وبتلاقي جنود الكريبي يهاجموها. بتمسك الواد ده وبتقول له داربن بتعمل ايه، فبيقول لها انت اتاخرتي، زمن داربن موجوده في تراناكس دلوقتي. باقي الجنود بتيجي عليها فبتشيل اول واحد وبتحدفوا عليهم بتطيرهم كلهم، وبعدها بترجع لسفينتها وبتكلم فيوري، بتحكي له اللي حصل وبتبدا تتحرك من المكان. وفي الوقت ده فيوري بيتكلم مع مونيكا بخصوص كمالا وبيقول لها انا ما اعرفش ايه اللي جابها هنا. بتقول له انا مش فاهمه ايه اللي حصل من شويه ده. وفي الوقت ده كمالا بتكون قاعده مع اهلها بتحكي لهم اللي حصل، ولكنهم مش بيصدقوها وبيعرفوها ان كابتن مارفل كانت هنا. بتقول انا مش مصدقه نفسي، معقوله كانت هنا وانا ما كنتش موجوده. وفي الوقت ده كارول بتوصل على المكان اللي داربن ورجالتها موجودين فيه وبتتسحب واحده واحده في المكان. وداربن بتكون جايه على كوكب تراناكس عشان تتكلم مع تالوس، لانها عاوزه تعمل معاهده سلام، وبتقول له انا عارفه انت وشعبك مريتوا بايه، وعشان كده خلاص ما بقاش في حروب تاني وهتعيشوا انتوا وشعب الكريم مع بعض بدون عداوات. طبعا الاتفاقيه دي بتكون في صالح تالوس وكل شعبه، فبيقرروا يوافقوا على معاهده السلام. وفي الوقت ده واحد من الكريبي يشوف كارول ولكنها بتطير عليه وبتضربه، ولكن لما بتستخدم قوتها بيحصل حاجه غريبه، وهي وكمالا بياخدوا مكان بعض. كمالا ما بتكونش فاهمه ايه اللي جابها هنا، والرجاله دي بيكونوا هيهجموا عليها، ولكن صاوي بيلحقها. البنت بتستخدم قوتها وساعتها بترجع على بيتها ومونيكا بتيجي مكانها، ما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل، والرجاله بيحاولوا يهاجموها ولكن الضربات بتعدي من جسمها عادي، وده بسبب القوه الخارقه اللي اكتسبتها لما حطت ايديها على الحاجز اللي في الفضاء. اما صاوي فبيخرج الجنديين اللي بلعهم في بيت كمالا. الرجاله بيقوموا على اهل البيت، وفي الوقت ده كارول بتكون قاعده مع فيوري بتحكي له اللي حصل، والاتنين بيكونوا هيتجننوا ومش فاهمين حاجه. كارول بتجرب تستخدم قوتها وساعتها بتتنقل لبيت كمالا، بتمسك الواد ده قبل ما يضربها وبتقول له تعالى، بتبعته لهاله وبتمسك صاحبنا ده وبترميه في الزباله. الواد ده بيروح يضرب كمالا، وكمالا بتستخدم قوتها وساعتها بتتنقل على السفينه الفضائيه، بتحاصر الرجاله، ولما بتستخدم قوتها تاني بتتنقل هي والرجاله على سفينه فيوري. بتقول له ازيك يا اسطى. الرجاله بيكونوا هيضربوه ولكنها بتدافع عنه وبتقوم تضربهم. بتبدا تتعامل معاهم بكل حرفيه، وفيوري في ظهرها وبيوري الرجاله شغل المرازيه، بيعملوا ثنائي جبار. وفي الوقت ده كارول بتضرب الرجاله من غير ما تستخدم قوتها، ولكن الرجاله بيستفزوها فبتديهم واحده بتنيمهم. بتقول طب ما الدنيا تمام اهي. الوقت ده بيجي عليها، واول ما بتستخدم قوتها بتتبدل الاماكن بينها وبين كمالا. كمالا بدون تفكير بتنزل تخبيط في الرجاله من غير حتى ما تعرف هم بيهاجموها ليه. وفي الوقت ده مونيكا بتروح مكان كمالا في بيتها، وبرضك ما بتفكرش كتير وبتنزل تخبيط في الرجاله يا زميل، ما بترحمش حد فيهم، واللي بيكتر معاها بتلبسه شخاليل. الوقت ده بيكون هيضرب الحاجه، ولكن مونيكا بتطير صاحبه وبتروح وراه، بتعدي من جسمه وبتقول له ارجع يا. وبما انها استخدمت قوتها فبتبدل ما بينها وبين كمالا. بترجع هي على السفينه بتاعت فيوري وبتلاقيه بيضرب البت دي. بتقول له من امتى وانت بتضرب ستات يا فيوري؟ بيقول لها من ساعه ما بقيت اقرا مبادئي اتغيرت. وفي الوقت ده كارول بتراقب شعب الكري عشان تعرف خطتهم، وفي نفس اللحظه الاتنين دول بيروحوا على بيت كمالا عشان يتكلموا معاها، وفيوري بيعرفها انه وافق يضمها لفريقهم ما دام هتساعدهم. بتقول لهم انا مش مصدقه نفسي، انا اسعد انسانه في الدنيا دلوقتي، تحبوا اوريكم حاجه من قوتي؟ بيقولوا لها لا. بتستخدم قوتها وساعتها الاماكن بتتبدل ما بينها وبين كارول بتقول لهم السلام عليكم. مونيكا بتتضايق لما بتشوفها، بس شوف المصداقيه يا ابو الصحاب، عدى 30 سنه وكله اتغير الا كارول، انها حكمه المخرج يا ساده. المهم ان مونيكا بتشرح لكارول اللي حصل في الكام ساعه اللي فاتوا، وبتعرفها انها اكتسبت قوه فتاكه. كارول بتقول لهم انا لازم ارجع على الفضاء. بيقولوا لها اوعي تعملي كده، ما بتسمع لهمش وبتطير، ولكن بما انها استخدمت قوتها فبتبدل بين مكانها ومكان كمالا، ولكن للاسف بدلت في السما. كمالا بتكون هتقع، وفيوري بيقول لمونيكا روحي انقذيها. بتقول له بس انا ما بعرفش اتحكم في قوتي. بيقول لها اعملي اي حاجه، وفعلا بتقدر تطير وبتحاول انها توصل لكمالا، ما بتقدرش تجيبها، وفجاه بتوصل لها وبتفضل ماسكه ايديها بالشكل ده. كمالا بتستخدم قوتها وساعتها هي ومونيكا بيروحوا على الفضاء، وكارول بتنزل على الارض بدلهم. الرجاله بيمسكوا الاثنين دول، وداربن بتقول لهم مين دول؟ المساعد بتاعها بيقول لها دول رجاله الكابتن مارفل. بتقول له طب وبالنسبه للسوار؟ بيقول لها لسه بنشوف هنستخدم قوته ازاي. مونيكا بتركز مع السوار، وكمالا كمان بتركز مع السوار، وعشان كده بتداري السوار اللي لابساه في ايديها. داربن بتهجم عليهم، ولكن بتحضر الاسطوره الجباره وبتصد الضربه. داربن بتقول لها هو انت؟ كارول بتهجم عليها هي ورجالتها وبتديها ضربه من بتاعتها، ولكن البت بتصدها بالسوار، والسوار بيمتص القوه دي. داربن بتبقى اقوى وبتدخل هي ورجالتها على كارول واصحابها، ولكن الثلاثه بيقسموا عليهم. داربن بتختفي والاثنين دول بيروحوا وراها. كارول بترجع لكمالا تاني وبتقول لها تعالي يا بنت العبيطه. بينزلوا على الارض وسط سكان السكرولز، وداربن بتظهر للسكرولز وبتقول لهم انتوا خالفتوا العهد معانا، يبقى لازم تتحملوا العواقب. بتستخدم قوتها وبتبدا تعمل حاجه غريبه في السماء، ومره واحده كل اللي على الكوكب بيبدا يتسحب لكوكب هالا. كارول بتقول لتالوس لازم نمشي من هنا. بيقول لها انت ايه اللي جابك وايه اللي انت عملتيه ده احنا كنا خلاص هنعمل معاهده السلام. وفي الوقت ده كل شعب السكرولز بيحاولوا يهربوا، ولكن للاسف بيتسحبوا على كوكب هالا. كارول بتقول لكمالا خليكي هنا وما تستخدميش قوتك. بتروح تنقذ السكرولز، وكمالا كمان بتروح تنقذهم وبتستخدم قوتها. المكان
بيتبدل بيها هي وكارول وبيرجع يتبدل بيهم تاني. الاتنين بيشتغلوا انقاذ في الناس وتالوس بيكون واقف وزعلان على كوكبه اللي بيتدمر. كارول بتحاول تاخد مجموعه من السكرولز وتهرب بيهم لان مش هتقدر تاخدهم كلهم. بتقول لفريقها يلا نتحرك. كمالا بتقول لها طب وباقي السكرولز؟ فبتقول لها مش هنلحق ننقذهم، يبقى لازم ننقذ اللي معانا بدل ما كلهم يموتوا. وفعلا بيتحركوا بالسفينه وتالوس بيكون زعلان جدا وبيقول لكارول معاهده السلام دي كانت هتنفعنا. فبتقول له يا ابني دي كانت خدعه عاملينها عليه. بيقول لها اسمعي من النهارده مالكيش دعوه بيا ولا بشعبي. بتقول له حاضر بس على الاقل خليني اساعدك المره دي، انا كلمت واحده صاحبتي هتقعدكم في مكان امان. وفعلا يا زميلي بتوصل للاسطوره الجديده. كارول بتقول لها متشكره انك جيتي. وفعلا البنت بتاخد شعب السكرولز وبتتحرك بيهم. اما على كوكب هاله فالدنيا بتكون سواد زي ما انت شايف يا زميلي، لا بقى عندهم شمس ولا هوا ولا ميه ولا اي حاجه تخليهم يعيشوا. داربن بتقول لهم خلاص شيلوا الاقنعه دلوقتي تقدروا تتنفسوا عادي، انا جبت لكم اكسجين من الكوكب اللي كنت فيه، نقلت كل الاكسجين اللي هناك على كوكبنا. زمان كوكب هاله كان جميل ومشرق لحد ما وصلت اللي اسمها كابتن مارفل. انا حاولت اقف قصادها ولكن ما عرفتش، وهي دمرت الذكاء الاعلى، وبعد ما دمرت الذكاء الاعلى كوكبنا شبه اتدمر وما بقاش فيه حياه. طول ال 30 سنه اللي فاتت وانا بحاول ارجع الحياه للكوكب تاني، وزي ما وعدتكم هرجعها لكم. بيفرحوا جدا ولكن المساعد بتاعها بيقول لها احنا محتاجين طاقه كبيره جدا عشان نقدر نرجع الشمس بتاعتنا من تاني، وحتى لو انت وصلتي للطاقه الكبيره دي ممكن تخلص عليكي. بتقول له مش مهم، المهم رجع الحياه لشعبي. وفي الوقت ده كارول بتكون بتصلح حاجه في السفينه بتاعتها ومونيكا بتيجي تساعدها. كارول بتقول لها القوه بتاعتك فتاكه. بتقول لها مش مهم، فاكره لما وعدتيني زمان انك هترجعي لي قريب بس ما رجعتيش. بتقول لها صدقني كنت عاوز ارجع ولكن كان في ناس محتاجين اكتر مني. بتقول لها ما دام مش قد كلمتك ما كنتيش قلتها لي وخليتيني مستنياكي طول السنين دي، انا كنت محتاجاكي جدا ولكن انت خذلتيني. بتسيبها وبتمشي وكارول بتطلع وراها. وكمالا بتقول لها معلش بقى خدت طقم من عندك لان مش معايا لبس. فبتقول لها لا ولا يهم، كده كده هو جميل عليكي وخلاص انت بقيتي من فريقنا. بتفرح جدا وبتقول لها انا معاكي في الغلط، انا ممكن اسيب مدرستي عشان اقاتل معاكي. بتقول لها لا لا مش للدرجات. بيتعرفوا على بعض اكتر وكمالا بتقول لهم بما ان كارول كابتن مارفل ومونيكا كابتن رامبو وانا السيده مارفل يبقى تعالوا نسمي فريقنا فريق ذا مارفلز. بيقولوا لها اسم جميل. كمالا بتقول لهم طيب شايفين السوار اللي في ايدي ده؟ عدوكم معاه سوار زيه وهو اللي مديها قوتها. السوار ده انا ورثته من جدتي ولكن ما كنتش اعرف انه هيديني قوه فتاكه بالشكل ده. مونيكا بتقول لهم طيب احنا دلوقتي لازم نوصل لداربن ونوقفها، ولازم نعرف ازاي نستفاد من حته ان لما واحده فينا بتستخدم قوتها مكانها بيتبدل مع واحده تانية. الحكايه دي احنا لو ما اتعلمناش نسيطر عليها ونستفاد منها هنتسوح في اي معركه. كمالا بتقول لهم انا شفت خريطه المكان اللي داربن هتروح عليه. كارول بتقول لها كويس، خدي انت ومونيكا البسوا البتاع ده انا كنت بستخدمه عشان افتكر ذكرياتي اللي الكريم مسحوها. هنلبس احنا الثلاثه الجهاز ده وهنشوف ذكريات بعض عشان نقدر نوصل لمكان داربن. وفعلا يا زميلي بيلبسوا الاجهزه وبيشوفوا السوار اللي مع داربن. كمالا بتوريهم الخريطه اللي داربن هتتحرك عليها وفجاه ذاكره كارول بتبدا تسيطر عليها وتعرض مشاهد كارول مش عايزاها تتعرض اصلا. بتوريهم لما كارول كانت قاعده مع ماريا صاحبتها وماريا بتقول لها انا خلاص هموت يا كارول لان السرطان رجع لي تاني. فبتقول لها ما تقوليش كده انت قويه وزي ما حاربتي السرطان قبل كده هتحاربيه تاني. بتقول لها لا خلاص السرطان في مرحلته الاخيره. ومره واحده بتختفي يا زميلي. الذاكره بتتبدل لمونيكا وهي في المستشفى والدكاتره بيبلغوها ان امها ماتت. مونيكا بتشيل الجهاز وبتقول لكارول ما تحاوليش توريني الذكريات دي تاني. فبتقول لها انا اسفه ما كنتش اقصد. بتقول لها امي ماتت وكنت محتاجاكي جدا في الوقت ده ولكن انت ما كنتيش معايا. الاتنين بيحضنوها ومونيكا بتهدى. بيرجعوا تاني يخططوا ويشوفوا هيعملوا ايه. ومونيكا بتقدر تكشف خطه ضرب وانها بتروح كل كوكب تاخد منه حاجه ترجع بيها الحياه لكوكبها. وبما انها اخدت الاكسجين فاكيد وجهتها الجايه هتكون الميه. كارول بتقول لهم انا عندي مكان هنروحه وفي حد هناك هيساعدنا، وعلى فكره ضربن هتروح على نفس الكوكب. وبعدها كمالا بتكلم امها عشان تستاذنها انها تروح المهمه ولكن امها بتقول لا مش هتروحي. فيوري بياخد التليفون وبيقول لكمالا ما تقلقيش عيلتك كلها معايا على السفينه بتاعتي وانت يا حبيبتي تقدري تروحي المهمه وما تخافيش عليهم. بيقفلوا معاهم وبيبداوا يستعدوا للمهمه ويتدربوا ازاي يتحكموا في قوتهم ويستغلوا حته التنقل اللي بتحصل اول ما بيستخدموا قوتهم. وبيكون عندهم خطه يستخدموا بيها حته التنقل دي في المعركه. بيخلصوا تدريب وبيتحركوا على كوكب ألادنا. ومن الواضح جدا يا زميلي ان الكوكب مليان ميه. المهم ان بينزلوا بالسفينه وكارول بتقول لهم معلش بقى انا هغطي وشي بالبتاع دي لاني مشهوره حبتين هنا. كمالا بتقول لها طب ما انت مشهوره في كل مكان. بتقول لها لا يا حبيبتي الوضع هنا مختلف شويه. وفعلا بتلبس البتاع دي على دماغها وبتخرج ولكن الناس بيعرفوها. بيبداوا يغنوا لها وعاوزك تعرف يا زميلي ان كل اللي على الكوكب ده بيتكلموا بالغنى وبس، حتى كلمه ازيك لازم يقولوها بالحان. المهم انهم بيرحبوا بكارول وبينادوها باسم الاميره. ليه؟ لانها متجوزه الامير بتاعهم. مونيكا بتقول لها هو ده بقى اللي كنت مخبيه علينا. فبتقول لهم اتجوزت الامير عشان مصالح سياسيه، يلا بس نتحرك واعملوا حسابكم ان كل اللي هنا بيتكلموا بالغنى ولكن الامير بيتكلم بالغنى وكمان بيتكلم زينا.
هنا. بيطلعوا على المكان ده وكارول بتلبس لبس الاميره وبتروح ترقص مع الامير. الامير بيكون اسمه يان يا زميلي. بيخلصوا الرقصه وكارول بتقول له احنا عاوزين نتكلم شويه. وفي الوقت ده رجاله فيوري بيلاقوا البتاع الغريب ده في السفينه، وفيوري بيقول لهم بتمنى يكون خير لانه لو شر هنتسوح. وفي نفس الوقت كارول بتكون حكت ليان كل حاجه وبتعرف ان داربن هتيجي على كوكبه. بيستعد هو ورجالته وهي وفريقها بيستعدوا. كارول بتقول لهم على مبدأنا يا رجاله هنفضل على تواصل مع بعض وكل واحده هتبدل مكانها مع الثانيه وقت اللزوم. وفي الوقت ده داربن ورجالتها بيوصلوا المكان وداربن بتقول لي يعني ازيك يا مسمسم، انا جاي دلوقتي عشان اخليك تركع لي وتعلن لي ولاء. بيقول لها ده على موتي. بتكون هتضربه ولكن مونيكا بتصد ضربتها وبتقوم تضربها هي وتنطرها بعيد والحرب بتشتغل يا سعيد. الرجاله بينزلوا تخبيط ومونيكا بتروح على داربن وكارلو كمان بتحصلها والاتنين بينزلوا تخبيط فيها ولكنها بتديهم ضربه بتنطرهم في الهواء. بتروح تكمل المهمه اللي جايه عشانها ولكن مونيكا بتوصل لها بتبدا تضرب فيها وتحاول تاخد منها السوار ولكن ما بتعرفش. كارول بتكلمها وبتقول لها انت فين؟ هعد لحد 3 وانت تستخدمي قوتك عشان تنقليني مكانك. جاهزه؟ 1 2 3. بتستلم مياده وهي ومونيكا بيدخلوا يقسموا عليها يا ساده. انما كماله فبتكون داخله على الرجاله بالوشاح بتاعها ولا كانه كرباج سوداني واللي بيجي على سكتها يا زميلي بتخليه يعاني. كارول بتستخدم قوتها فبتنقل كماله مكانها. كماله بتضرب داربن وساعتها داربن بتتفاجئ ان كماله معاها السوار الثاني. مونيكا بتقول لها اهرب يا بنت وفعلا بتهرب. وقبل ما داربن تروح وراها كارول بتوصل وبتنزل تخبيط فيها. بتحاول تخلع السوار من ايديها ولكن السوار بيستمد قوته منها. داربن بتديها ضربه بتنطرها بعيد وبتستلم مونيكا بواحده بتنطرها ابعد من البعيد بحبتين. الضربه بتهز المجره كلها وبتدمر انظمه السفينه بتاعت فيوري. المساعد بتاع فيوري بيقول له شكلنا هنروح فيها يا ريس ولازم نرجع على كوكب الارض والمشكله ان نص السفن اللي بنهرب بيها على كوكب الارض اتدمرت وبكده مش كلنا هنعرف نهرب. بيقول له ما هو نهارتين انا عارف. وفي الوقت ده داربن بتنجح في اللي بتعمله وبتبدا تنقل الميه على كوكب هالا. الاثنين دول بيركبوا السفينه بتاعتهم وكارل بتكون نازله تخبيط في السفن بتاعت داربن. صحابها بيقولوا لها يلا بينا بتروح لهم على السفينه وبتتولى هي القياده. بيحاولوا يخرجوا من الورطه اللي هم فيها وبيكون قدامهم بوابه مفتوحه. بيفكروا كتير يدخلوها ولا لا ولكن كماله بتدوس على الزرار وبتدخل السفينه. بيعدوا من عوالم كتير لحد ما بيوصلوا للكوكب ده. بينزلوا من السفينه وكارول بتقول لها يا بنتي اللي انت عملتيه ده انا عاوزاكي ما تتعلميش مني او تعملي اي حاجه انا بعملها. بتقول لها انا كنت بحاول اساعدك. كارول بتقول لها انت مش فاهمه انا ليه بقول لك كده. انا حاولت احل المشكله من 30 سنه ولكن عقدتها اكتر. كنت عارفه ان الذكاء الاعلى بيتحكم في شعب الكري. رحت على هناك ودمرته وكنت فاكره ان كده كل حاجه هتنتهي ولكن اللي حصل ان الحرب بدأت ودلوقتي هم بيحاولوا يرجعوا الحياه لشعبهم تاني عشان يبقوا اقوى ويحاربوا الكل. انا السبب في كل اللي بيحصل. مونيكا بتقول لها عشان كده خفتي ترجعي لنا ما كنتيش عاوزه تورينا وشك وانت لسه ما حلتيش المشكله بس حتى لو كنت رجعتي وانت ما حلتيش المشكله ما كنتش هزعل منك لانك دايما بطلتي ودايما فخوره بيكي. كارول بتقول لها وانا فخوره بيكي جدا وفخوره بيكي انت كمان يا كماله. ودلوقتي يلا بقى عشان نتحرك لان داربن اكيد هتروح على فيوري لانه حارب شعبها كتير. وفعلا يا زميلي بيكونوا في طريقهم لفيوري والسفينه بتاعت فيوري بتكون خلاص هتتدمر. رجاله فيوري بيقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه عددنا كبير ومش هنقدر ننزل على كوكب الارض في السفن اللي عندنا. فيوري ما بيكونش عارف يعمل ايه وفجاه بيحصل حريق في المكان. فيوري بيروح يجيب طفايه حريق ولكن بيلاقي البتاعه الغريبه اللي شافها قبل كده في منها كتير والحاجات دي بتاعت صاوي. ما تقوليش ازاي يا زميلي ده قط خارق. المهم ان الحاجات الغريبه دي بتفقس وبيطلع منها قطط صغيره. فيوري بيمسك القطه دي وبيقول لها يا اختي كاميلا عسل عسل وفجاه بتسحب المكتب ده. فيوري بيجيله فكره وفي الوقت ده كابتن مارفل وفريقها بيوصلوا على السفينه وبيلاقوا القطط ماليه المكان. كماله بتفرح لما بتشوف عيلتها وكارول بتبص على القطط وبتلاقيهم بيسحبوا الموظفين. فيوري بيقول لها انا اللي مخليهم يعملوا كده عشان الموظفين يكونوا في امان جواهم وهنحط القطط في السفن اللي عندنا وهننزلهم على كوكب الارض. بتقول له لا كرييتيف. بتجري تمسك لها قطه وفي الوقت ده كل القطط بتبدا تاكل في الموظفين وبعدها بيحطوا القطط في السفينه دي وبيخلوها تتحرك على كوكب الارض. باقي القطط بيركبوا في السفينه الثانيه وبرضك بيبعتوهم على كوكب الارض. انما داربن فبتروح على كوكب الشمس عشان تاخده وتنقله على كوكب هالا. وما تقوليش ازاي يا زميلي انت بتتفرج على فيلم خيال علمي يابا. المهم ان الكراميلا دي بتودع اهلها وبتقول لهم انا لازم احارب. بيقولوا لها واحنا واثقين فيك يا حبيبتي. فيوري بياخد عيلة كماله وبيتحرك بالسفينه الاخيره ويوسف اخو كماله بيفضل يتشاهد في السكه. لا بيقول الشهاده بجد ابو الصحاب لانه مسلم. المهم انهم بيوصلوا على كوكب الارض في سلام والقطط بيبداوا يخرجوا الموظفين من جواهم. فيوري بيبص على الشمس وبيلاقيها بتتسحب لان بنت الهرمه دي هي اللي سحبتها. كارول بتجيلها وبتقول لها انا عارفه انك عاوزه ترجعي كوكبك زي ما كان ولكن انت كده بتنهي العالم. بتقول لها مستحيل اوقف اللي بعمله. مونيكا بتظهر من وراها وبتضربها وكماله كمان بتظهر. الثلاثه بيدخلوا عليها يا زميل وبينزلوا فيها تقسيم. بيعملوا شغل تقيل والبت معاهم ما بتسدش والعيال اللي بيعملوا فيها ما يتعدش. بيعملوا عليها ثلاثيه جباره والبقاء للاقوى يا قداره. بينطروها في الحته دي
وفي حديده بتقع على بطنها. داربن بتقول لكارول انا مش هستسلم، فبتقول لها لازم تستسلمي وتسلميني السوار. مونيكا بتقول لها اعملي اللي بنقول لك عليه، انا عارفه انك عاوزه طاقه كبيره عشان ترجعي الشمس بتاع الكوكب، وعلى ما اظن كارول جواها الطاقه الكبيره دي وهتديها لكم. كارول بتوافق ومونيكا بتقول لداربن وبكده كارول عوضتكم على اللي عملته فيكم، ودلوقتي لازم تسلمينا السوار. بتوافق انها تسلم لهم السوار وكارول بتروح عشان تاخده منها، ولكن بنت المدايه بتغدر بيها. كارول بتستعمل قوتها فكمالا بتيجي مكانها. بنت المدايه دي بتجيب كمالا تحتها وبتقول لكارول خليكي مكانك واما اخلص عليها. بتبدا تسحب قوه كمالا وبتاخد السوار من ايديها، بتلبسه في ايديها الثانيه وبتحس بقوته الجباره. بتكون خلاص هتفعل قوه السوارين، ولكن كارول بسرعه البرق بتجري عليها وبتاخدها وبتطير. بتحاول تمنعها من انها تخبط ايديها في بعضها، ولكنها بتبعدها عنها وبتخبط ايديها في بعضها، وساعتها القوه الكبيره بتدمر جسمها يا زميلي. الثقب ده كمان بيتدمر وبيتفتح على عالم موازي. مونيكا وكمالا بيجربوا يستخدموا قوتهم عشان يجيبوا كارول عندهم، ولكن بيكتشفوا انه خلاص قوه الثلاثه ما بقتش متصله ببعضها، ودلوقتي لو اي واحده فيهم استخدمت قوتها مكانها مش هيتبدل بمكان صاحبتها. كارول بيكون مغمى عليها ومونيكا بتروح تجيبها، بيفوقوها وكارول بتقول لهم خدت من بنت الهرمة السوار ودلوقتي احنا لازم نتصرف في البعد الموازي اللي اتفتح ده. مونيكا بتقول لهم احنا لازم نستخدم كل قوتنا عشان نلحم الثقب في بعضه. بيوافقوا على خطتها وكمالا بتلبس السوارين، بتحس بقوه فتاكه ومونيكا بتقول لهم يلا زودوني بقوتكم، وفعلا الاثنين بيبداوا يدوها قوه فتاكه عشان تروح بيها على الثقب، وحرفيا مونيكا بتتشحن. الاثنين بيقولوا لها احنا بجد فخورين بيكي جدا واكيد امك فخوره بيكي، يلا روحي اعمليها. وفعلا بتروح على الثقب وبتبدا تلحم فيه، بتستخدم كل القوه اللي معاها ورغم ان الوضع صعب ولكن الثقب بيبدا يتلحم. بس هنا في مشكلتين يا زميلي، الاولى انها لازم تدخل جوه الثقب وتلحمه، والثانيه ان الثقب خلاص قرب يتلحم بالكامل وبكده هي مش هتقدر تخرج من جوه الثقب. بتكلم كارول وبتقول لها انا حاسه ان دي النهايه، بجد هتوحشيني يا كارول. كارول بتجري عليها باقصى سرعتها عشان تلحقها وبتعافر عشان توصل لها يا زميلي، ولكن في الاخر ما بتنجحش. ما بتكونش مصدقه انها خسرت مونيكا زي ما خسرت ماريا، وبترجع لكمالا والاتنين بيفضلوا يعيطوا. الشمس بترجع تاني وفي الوقت ده السفينه بتاعت كابتن مارفل بتوصل على الارض، ولكن كمالا بس اللي بتكون فيها. اهلها بيفرحوا جدا انها بخير، وفيوري بيقول لها في ايه؟ بتقول له خسرنا مونيكا. بيقول لها طب وكارول؟ بتقول له كارول راحت على كوكب هالا عشان توفي بوعدها. وفعلا يا زميلي كارول بتوصل على كوكب هالا وبتروح على الشمس بتاعته، بتستخدم كل قوتها وبترجع طاقه الشمس، وبكده كوكب هالا رجع زي ما كان. واحد ظريف دلوقتي هيقول لي هو ده كوكب هالا فخر يا حمو؟ لا كوكب هالا صدق يا اسطى، ما كفايه استظراف بقى. المهم ان الرجاله بيلموا الحاجه بتاعت مونيكا من مكتبها وفيوري بيكون زعلان عليها جدا، انما كارول فبتاخد العيله الكريمه دي يعيشوا معاها. بيبداوا ينقلوا الحاجه وكمالا بتقول لها حلوه قوي الطياره دي ما تيجي نسوقها، وفعلا الاثنين بيركبوا الطياره وكمالا بتقول لها هنتحرك ازاي؟ فبتقول لها للاسف مش معايا المفتاح، اصل الطياره دي انا مخليها معايا عشان اخد بالي منها وبس. بتقول لها قصدك يعني تاخدي بالك منها لحد ما مونيكا ترجع صح؟ بتقول لها صح. بتقول لها وانا واثقه انها هترجع. وبعد كام شهر بنشوف الاسطوره كيت وهي داخله بيتها، بتلاقي حد مستنيها بتكون كمالا يا زميلي، وبتقول لها كنت فاكره ان انت الوحيده اللي عندك قوه خارقه؟ اسمعي انا عارفه عنك كل حاجه وعشان كده جيت لك، لاني بجمع فريق من الابطال الخارقين وعاوزاكي معايا. بتقول لها خالصه الشغل اعتبريني معاكي. اما مونيكا يا زميلي فبتفوق وبتلاقي نفسها في المكان الغريب ده، بتبص جنبها وساعتها بتنصدم لانها بتشوف امها، ما بتكونش مصدقه نفسها وبتقول لها انت وحشتيني قوي يا امي. فبتقول لها امك مين يا حبيبتي؟ المعلم ده بيوصل وبيقول لها يا حبيبتي دي مش ام، لازم تعرفي انك في عالم موازي هنا. مونيكا بتكون مصدومه والظاهر ان الجزء الثالث هيولع يا رجوله. وهنا بينتهي الجزء الثاني يا زميل. كنت عاوز اعمل لك الفيديو اطول من كده ولكن الجزء الثاني من الفيلم قصير اصلا، فلو عملت اطول من كده هبقى بحرق في الملخص على الفاضي. وباذن الله لو حبيتوا الجزء الثاني كمان اول ما الجزء الثالث ينزل هكون اول واحد ملخص. وحابب اشكرك انك كنت قد التحدي اللي فات ابو الصحاب، قلت لك لو الفيديو جاب 10000 مشاهده في خلال يوم هكون منزل لك الجزء الثاني بعده بيوم، وصحيح نزلته بعده بيومين ولكن والله كان غصب عني. اولا ما كنتش واثق انك هتنجح في التحدي بصراحه، وكنت مستني اشوف الفيلم هينجح ولا لا لاني ما بشتغلش في حاجه بتفشل. وثانيا كنت بكتب المسلسل اللي قلت لكم عليه. المسلسل يا ابو الصحاب بجد دمار، وباذن الله كلها كام يوم وهكون منزلهولك. وبس كده، اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه، وتوصل الفيديو ده لاعلى نسبه لايكات تقدر عليها لان اللايكات هي اللي بتخلي الفيديو يوصل لغيرك يا زميل. وخش في صندوق الوصف هتلاقي قنواتي التانية عليها شغل خطير. والى اللقاء مع كل جديد. سالم.